لو جيت وقلت لك ان بودو جليمنت دي هتاخد دوري الابطال هتقول عليا مجنون. طب ولو كنت جيت وقلت لك ان بورتو هتاخد دوري الابطال مع مورينيو كنت هتقول عليا مجنون. بس انا المره دي جاي ومعايا دليل. جاي اقول لك ان بودو جليمنت دي كانت لعبت 6 ماتشات كان معاها 3 نقط، اتعادلت 3 وخسرت 3. فدلوقتي هي عشان لو تصعد للملحق هي دلوقتي محتاجه ايه؟ محتاجه ان هي تكسب الماتشين. هتقول لي وماشي، ايه المشكله؟ هقول لك دي مشكله كبيره. عارف مين الماتشين اللي مبقيين لها؟ اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي. بودي جليمنت بتعمل مفاجاه وتكسب اتلتيكو مدريد 2-1. بس ان هي تكسب اتلتيكو مدريد 2-1 دي مش كفايه، قدامها ماتش اصعب قدام مانشستر سيتي. بس بودي جليمنت بتعمل مفاجاه وبتكسب مانشستر سيتي 3-1 وبتتاهل للدور الملحق من المركز 23. وبتقع في الملحق مع انتر ميلان اللي بتعمل معاه المفاجاه الثالثه على التوالي وتكسب ثالث ماتش ليها في دوري الابطال، تكسبها 3-1 في الدنمارك. والماتش هيكون الماتش الجاي هيكون في ايطاليا. فانت من وجهة نظرك شايف مع شوية دفاع واستبدال واللعب على المرتدات هل بودي جليمنت هيقدر يعدي انتر ميلان ولا انتر ميلان هيعملها؟ شاركنا برأيك في الكومنتس. انا عن نفسي شايف ان هي هتعملها، بس ده لما انت تشترك معانا في القناة، لان خلاص ما فضلناش كتير على 1000 مشترك.